لو حابين تعملوا حاجة حلوة سريعة هتاخد يعني على بعضها كده مش هتاخد 30 دقيقة. حلوة جدا سريعة بسيطة بتعمليها وانت واقفة، ولا عايزة خلاط ولا عايزة عجان ولا عايزة اي حاجة، بتعمليها بالمضرب الشبك وانت واقفة. بسيطة جدا سهلة، اكيد عرفتوها طبعا. يعني ايه؟ براونيز بس بدون بيض. يعني معايا هتلاقوا حاجات كتير بدون بيض. هيقولوا ايه ده مش بتاكلوا البيض؟ لا، انا باكل البيض في كل حالاته على فكرة، بس في الحلويات مش كلها بقبلها بالبيض. يعني ده بالبيض بيبقى زفر. عملته قبل كده بالبيض والله ما قدرت ادوقه، صعب. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، اختاروا الكل علشان يوصل لكم كل جديد. الطريقه سهله قوي قوي وبسيطه قوي. عايزين هنا شوكولاته، دي ارخص حاجه في السوق، اللي هي كوفرتينا ب 16 جنيه. انا هاخد منها بس 50 جرام، تلت كوبايه. هضيف عليها تلت كوبايه زبده. الزبده دي هقول تاني زبده على زيت. كان نص كيلو زبدة نيوزيلندي، حطيت عليه نص كيلو زيت، نص لنص، سيحته شلته ببرطمان بس اعمله في الحلويات. حابين تحطوا زبدة صافية اوكي، براحتكم يعني زي ما انتوا حابين. هسيحه على البوتاجاز وهرجع. ده هسيحه على البوتاجاز ليه؟ لان فيه زيت. لو انت هتحط زبدة بس صافية لا، الوضع يختلف. هتحطيهم على حمام مائي اللي هو حمام مريم يعني. تحطوا مية في حلة تكون العين بتاعها اصغر من الكزرولة، وتحطي كزرولة فوقها. بعد ما يسيحوا خلاص خديهم بقى حطيهم في بوله، وبعدين ضيفي عليهم الاضافات. هنضيف ايه بقى؟ انا عامله مقدار صغير يعني حاجه حلوه اكلتوها وخلاص. هنحط كوبايه دقيق، ربع كوبايه سكر. اللي حابب يزود السكر يحط تلت، ما يحطليش كوبايه. انا مش مؤذيه عشان اذيكم واقول لكم حطوا كوبايه، لا حرام عليا، انا كده بدمركم. ربع كوبايه كافي. حابه تسكريها شويه تلت، ما تحطيش اكتر من كده. حافظوا على جسمكم من الالتهابات يا جماعه، والسكر بيدمر الجسم. حطينا هنا ربع كوبايه كاكاو خام، رشه ملح، وهنضيف نص معلقه صغيره بيكنج باودر. هتقولوا لي ايه ده براونيز ما فيهوش باودر؟ انا عارفه ان ما فيهوش، بس انا طريقتي كده. دي طريقه كنت واخداها من قناه اجنبيه من سنين طويله بصراحه بعملها. قبل كده اخدت طريقه كانت فيها بيض عملتها، لا بصراحه ما قدرتش اكلها، مستحيل. يعني ريحته مع الزبده والشوكولاته، اعوذ بالله، ايه ده؟ انا ما اعرفش الناس بتاكل ازاي البراونيز اللي في بيض، مش فاهمه بجد. يلا ما علينا، الاكل اذواق عشان ما حدش يقول دي عدوة البيض. لا انا باكله البيض عادي. هنا هنحط الحليب، تلات ارباع كوبايه. تلات ارباع كوبايه دول بمقاس 3 بيضات، يعني المقدار ده بياخد 3 بيضات، دمار شامل ماليش فيه. هنقعد نخلطهم مع بعض كده لغايه لما هيبقى القوام بتاعهم تقيل. هو البراونيز عموما بيبقى تقيل. هتخلطيهم مع بعض، بعدين هتجيبي صينيه هتحطي فيها ورقة زبدة. هتشغلي الفرن على كام درجة حرارة؟ 170. احنا هنا هناخد التلات ارباع كوباية كلهم زي ما قلت لكم، دول بمقدار 3 بيضات. هنخلطهم يبقى القوام معاكي تقيل. بلاش تخليه خفيف، لو انا البرونيز ما بيبقاش القوام بتاعه خفيف، بيبقى تقيل كده. هو المقدار كده حلو قوي. بس بعدين هتجهزي الصينية بتاعة الفرن زي ما قلت، هنسخنه على درجة حرارة 170، وهندخل الصينية الفرن. هتاخد معاكي ماكسيمم، انا اخدت معايا 13 دقيقه، الفرن بتاعي اخدت 13. بصوا في حاجه بتضاف تاني لو انت حابه تضيفيها، انا ما ضفتهاش. بتجيبي 50 جرام شوكولاته تاني، كسريهم قطع صغيره وحطيهم جوه الخليط ده قبل ما تحطيه في الصينيه، وبعدين بتحطيه في الصينيه. مش حابه تحطي من جوه شوكولاته وعايزه تكسري قطع شوكولاته وتحطيها في الصينيه عليها من فوق، يعني زي ما انا هعمل. انا هحط شوكولاته شيبس، مش هحط شوكولاته من اللي هي التانية القطعه اللي حطيتها من جوه في البراونيز، لا. الشوكولاته شيبس حلو. حابه التاني ضيفي التاني برضو بيبقى شكله جميل بصراحه. يعني في كلتا الحالات الطريقه دي حلوه والطريقه دي حلوه، سواء الشوكولاته شيبس سواء اللي هي الشوكولاته القطع، زي ما انت عايزه. احنا هنا مش عاملين الخليط تقيل قوي علشان يتشقق من فوق. البراونيز معروف بيبقى مشقق من فوق، لا الطريقه دي غير مختلفه. اعملوها هتعجبكم والله جدا جدا بصراحه. طريقه جميله جميله جميله. لو انت تخنتي العجينه عن كده هتتشقق من فوق، بس انا مش فارق معايا تتشقق او ما تتشققش، انا فارق معايا طعمها، يعني طعمها يعجبني. هنخبطها كده خبطتين، وبعدين هنضيف الشوكليت شيبس من فوق. في ناس على فكره بعد ما تستوي بتزينها ببولة ايس كريم فانيليا وبيحطوا صوص شوكولاته عليها من فوق، بس انا حرام اذيكم واقول لكم زينوها دلوقتي بالايس كريم، حرام يجي لكم احتقان على طول، على طول يجي لكم احتقان في زوركم، تدوا عليا.
انا ما بزينش اساسا بايس كريم ولا حاجه. انا بصوا في الحاجه السهله، السهل والبسيط، سهل وبسيط واعملي خلاص وخلصي على السريع. مش لازم تقفي يعني ساعات وتوجع رجليك علشان تعملي حاجه. في حاجات بتبقى سهله ما بتاخدش وقت اصلا، ولو الحاجه عندك موجوده في البيت مش بتحسي انها هتكلفك. انت حاجتك في بيتك يعني مش شارياها، موجوده، يعني مش شارياها يعني مشترياها يعني بفلوس، بس موجوده عندك في البيت بس. كده تمام. هندخلها الفرن زي ما قلت على درجة حرارة 170، هتاخد 13 دقيقة. هتخرجيها بعد ما تهدى، هنشيلها من ورقة الزبدة. لو مفيش ورقة زبدة، ورق جرايد اللي بيذاكروا فيه الأطفال، ادهنيها زيت وحطيها. بعد ما تهدى بقى، لو انت هتحطي صوص شوكولاتة استنيها لما تهدى، ما ينفعش تحطيه وهي سخنة. لو انت عايزه تحطي وهي سخنه حاجه، هتحطي شوكولاته مبشوره، ابشري شوكولاته وحطيها وهي سخنه. اول ما تطلع من الفرن هتلاقي الشوكولاته ساحت من فوق وبقت جميله جدا. لكن ما ينفعش تبشري شوكولاته بعد ما بردت، مش هيبقى لها اي منظر اصلا. حابه تخليها زي ما هي كده بالشوكليت شيبس، خلاص تمام. لما تيجي تزينيها بقى، بتقطعي الاطراف علشان يبقى شكلها جمالي. الاطراف مش هنرميها، يعني هنسقسقها في الصوص كده بتاع الشوكولاته وهناكلها، مش هنرميها، حرام، احنا مش بنرمي اي حاجه. هنقطعها ايه بقى؟ هنقطعها 8 مستطيلات او 8 مربعات. شوفوا انتوا حابين تقطعوها قد ايه، حابين تقطعوها مكعبات صغيره قطعوها، في ناس بتقطع مكعبات صغيره زي ما انتوا حابين. التقطيع ده يرجع لكم انتوا، قطعي بطريقتك زي ما انت حابه. انا هقطعها بعدين هزينها من النوتيلا اللي انا كنت عاملاها. حطيت معلقتين في كيس حلواني صغير، وبعدين هعمل عليها خطوط كده رايح جاي رايح جاي، وبعدين هشده من النص كده بالعصايه بتاعت الشيش طاووق. بس كده ابسط ما يكون. حابين تستعملوا شوكولاته لونها افتح شويه، تمام. ده النوتيلا. لكن لو انت هتستعملي شوكولاته عادي سايحاها مع معلقه زيت، لا هتبقى مختلفه عن كده. هيبقى لونها غير كده، لما تجف وتنشف هيبقى لونها فاتح شويه عن ده نوتيلا، ولا هيجف ولا هينشف، هي كده يعني طريه. بس دي الطريقه بتاعتي، هتعجبكم وبسيطه وسهله. اهو ده اللي بقول لكم عليه كده. ممكن تحطي بسكوت سيجار زي ما انا حاطه اول الفيديو، حاجات جماليه يعني تشكليها. حابه تحطي صوص برضو على السيجار ضيفي، بس كل ده كتير قوي يعني. انت قللي على قد ما تقدري الحاجات اللي فيها سكر، فاحنا كده على قد ما نقدر بنقلل بصراحه. اعملوها هتعجبكم جدا، طريقه بسيطه سهله. اعملي معاها شاي، اعملي معاها نسكافيه، اعملي معاها قهوه ساده مش قهوه بسكر، لان اصلا هي كده كده فيها سكر. دي شكلها من جوه. انت لو هتخني العجينه عن كده هتبقى معجنه من جوه قوي بقى، اللي بتبقى فudge كده جدا. فانتوا بقى as you like، حابين تعملوا اللي فيها بيض اعملوا، حابين تعملوا طريقتي زي ما انا بعمل اعملوا، بس دي هتعجبكم انا واثقه جدا، طريقتها جميله. ده شكل اللي هو عليه الشوكولاته، اللي هي الشوكولاته اللي بنسيحها مع معلقه الزبده على حمام مريم. بعد ما بتنشف الشوكولاته ده بيبقى شكلها. دي اللي انا عملتها بالنوتيلا. بس اعملوا اللي انتوا حابينه as you like، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب، وربنا يقدرني واقدر اقدم لكم حاجات سهله بسيطه وفي نفس الوقت مش مكلفه.